عودة أمجد وأعرق البطولات في العالم، وهي عودة دوري أبطال أوروبا بسيناريوهاته الشكوكية ومبارياته المجنونة. يلعب كارفاخال، حاط الكورة والثاني اللي يتمنى أي إنسان في العالم إن هو يكون جزء منها، سواء مدرب أو لاعب أو حتى مشجع في المدرجات أو حتى بيشاهد عليها في التلفاز. إثارة ومتعة وتشويق أفضل من أفلام بوليود. عودة أمجد البطولات. هنتوقع مين اللي هيعبر من دور ال16، ويلا بينا نبدأ مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، المباراة اللي هتبقى أقوى وأمتع مباراة في دور ال16 حسب الإمكانيات اللي متاحة عند الفريقين، سواء باريس من بابي ميسي نيمار أو سواء بايرن ميونخ كومان موسيالا جنابري. فكل الأمور دي هتبقى متاحة لمتعة وفرجة هتعدي ليفل المليون. افضل الاخبار لعشاق البي اس جي تاكد من بابي وميسي ضمن التشكيله اللي هتواجه بايرن ميونخ، اذا كان هيلعب واحد منهم اساسي او واحد فيهم هيبقى على الدكه او الاثنين هيبقوا على الدكه ويستعين بيهم وقت ما الظروف تسمح. لكن المباراه دي هتكون صعبه على الفريقين ومتكافئه جدا بين الفريقين، سواء امكانيات هنا او امكانيات هنا، فالمباراه هتبقى صعبه جدا. اخر مواجهه لباريس كانت امام موناكو في غياب من بابي وميسي وخسر المباراه دي وكان في حضور نيمار، لكن دوري الابطال غير. اما بايرن ميونخ فكانت اخر مباراه ليه في الدوري وقدر يفوز فيها وينفرد بصداره الدوري الالماني ولو بفارق بسيط جدا عن اقرب منافسيه، فالدوري الالماني السنه دي مشتعل. لكن بايرن ميونخ يعاني من بعض الغيابات، لكن ناجلسمان هيقدر يحل المشكله دي بخيارات فتاكه، سواء ماني المتصاب هيقدر يعوضه بكومان، او نوير المتصاب هيقدر يعوضه بسومر، او مزراوي هيقدر يعوضه بكانسيلو. فالغيابات مش تبقى مؤثره كتير. التوقع هنا يبقى التوقع الاصعب على الاطلاق، وهتوقع ان باريس سان جيرمان هيطيح ببايرن ميونخ ويخرجوا بره البطوله، ولكن بصعوبه شديده جدا. توتنهام واي سي ميلان هتكون مواجهه متكافئه جدا بين الفريقين اللي في ظل متذبذب مستوى الفريقين، سواء اي سي ميلان اللي بيمر بفتره سيئه جدا وفي اخر 8 مباريات ما قدرش يحقق غير فوز وحيد وخسر 5 مرات وتعادل مرتين، فبيمر بفترة سيئة جدا، وحقق بطولة دوري أبطال أوروبا 7 مرات وهو ثاني أكثر فريق يحقق دوري أبطال أوروبا بعد ريال مدريد، لكن بيمر بفترة سيئة جدا من بعد حصوله على الدوري الإيطالي العام اللي فات. فالعام ده غير خالص تماما عن العام اللي فات، وخصوصا من بعد كأس العالم. فالميلان بيمر بفترة سيئة جدا وهو في المركز الخامس ب 41 نقطة متقاسم عدد النقاط مع روما. توتنهام مع كونتي فأمره عجيب وغريب، مرة تلاقيه فاز على السيتي اللي هو أفضل اسكواد في الدوري الإنجليزي حاليا، وبعدها تلاقيه خسر من ليستر سيتي برباعية وإهانة في الملعب وذل من ليستر سيتي بعد نتيجة كارثية. لكن توتنهام هيحضر الماتش بشكل جيد جدا لانه هينافس على البطوله دي بكل شراسه، لانه خلاص الدوري بعد عنه وكمان ممكن ما يلحقش ياخد المركز الرابع، لان نيوكاسل العنيد ماسك في المركز الرابع وتوتنهام في المركز الخامس. تاريخ توتنهام في بطوله دوري ابطال اوروبا ضعيف جدا، وهو اهم انجاز وصل له توتنهام في دوري ابطال اوروبا هو وصوله نهائي دوري الابطال في عام 2019 وخسر على ايد العنيد ليفربول ساعتها. الميلان هيعدي بصعوبه شديده جدا من فخ توتنهام ويعبر للدور. ريال مدريد هيواجه ليفربول نهائي العام الماضي يتكرر هذا العام، ولكن في دور ال16 في مباراة هتكون تكسير عظام، مباراة هتكون للفريقين مباراة مهمة جدا في ظل ما الفريقين بيمروا مش بأفضل حالاتهم، وخصوصا ليفربول اللي بيمر بفترة سيئة جدا من عدم الثقة وتذبذب مستوى بعض اللاعبين وخطر كلوب من الإقالة. فهل تعود الثقة في دوري الأبطال، خصوصا إن هي البطولة الوحيدة الممكنة لليفربول إن هو يحققها، أم ريال مدريد شخصية البطل هيبقى ليه رأي آخر؟ وتواجهوا الفرقتين 3 مرات قدر ريال مدريد إن هو يفوز في ال3 مرات، فهل يحسمها الريال بفوز رابع ليه ويقصو ليفربول من دور ال16، ام ليفربول الحبل الاخير والامل الاخير ليه هو الحصول على دوري الابطال في ظل المستوى السيء الكارثي اللي بيمر بيه النادي من اداره ومن لاعبين ومن مدرب؟ انزلوا يا ابطال اكتبوا في التعليقات وقولوا لنا توقعاتكم ايه، وانا خصوصا اتوقع ريال مدريد هيعبر على حساب ليفربول ولكن بفرق هدفين بصعوبة، مش بالسهولة اللي انتم متخيلينها كمشجعين ريال مدريد عشان ليفربول بيمر بفترة سيئة. لا، هتكون مباراة صعبة جدا. انا اتوقع عبور الريال. دورتموند وتشيلسي، خصوصا ان بروسيا دورتموند بينه وبين المتصدر بايرن ميونخ
3 نقاط بس وبيقدم مستويات كويسة جدا في الدوري الألماني. وتشيلسي بيمر بذبذبة في المستوى وعدم تأقلم بعض اللاعبين مع بعضها في الصفقات الجديدة اللي صرفت ملايين الملايين. وجراهام بوتر المدرب الضعيف جدا، هل يستطيع إطاحة بروسيا دورتموند في دوري الابطال ام لا؟ انا توقعاتي ان بروسيا دورتموند هيعبر على حساب مواجهه مانشستر سيتي ولابزيج، فهتكون مباراه سهله جدا لجوارديولا ولاعبيه، وهيعبر وهيفترس لابزيج ويعبر للدور القادم بسهوله شديده. نابولي المخيف، نابولي المدمر اللي قضى على فرق الدوري الايطالي وقدر يتصدر الدوري الايطالي بفرق 16 نقطه عن اقرب منافسيه، بل رهيب جدا هذا النابولي بأوسيمان وكافارا وبعض اللاعبين المميزين جدا في ارضيه الملعب ومدربهم المحنك في مهمه امام فرانكفورت في دوري الابطال. وانا اتوقع فيها ان نابولي هيفترس فرانكفورت ويعبر للدور القادم. بروج وبنفيكا، بنفيكا اللي مقدم موسم كويس جدا وقدر في مجموعته اللي كانت بتضم باريس سان جيرمان وبتضم يوفنتوس ان هو يتصدر المجموعه ويحط باريس سان جيرمان مع قرعه بايرن ميونخ ويخليهم يصطدموا في بعض عشان هو كان المركز الاول، فقدر يقدم دور مجموعات رائع جدا في دور المجموعات وعمل عظمه وقدر يصعد كاول مجموعته. اتوقع المباراه دي هتكون متكافئه ما بين الاثنين، ولكن اتوقع بنفيكا يعبر من هذه المهمه. انتر سيواجه بورتو العنيد في مهمه صعبه جدا على الفرقتين، هيكون مباراه متكافئه ما بين الاثنين. وانتر ميلان اللي قدم دور مجموعات خرافي وقدر يصعد على حساب برشلونه ويطيح بيه للدوري الاوروبي ويصعد على حسابه لمواجهه بورتو، فهتكون مواجهه صعبه بين الاثنين. واتوقع الانتر ميلان هيعدي منها بصعوبه شديده واحتمال كمان بركلات الجزاء.